انا جعانه قوي. جعانه ايه يا بت في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ الناس بتقول انا خايفه، انا مخلوعه، انا عايزه اكتب وصيتي، مش انا جعانه. طب يا سيدي انا خايفه، انا مخلوعه، هات ورق اكتب وصيتي. خلاص ارتحت، بردك جعانه. يا بت وانا اجيب لك واكل منين في الحته اللي احنا فيها دي؟ عارفه يا بت يا هانم، الحته دي تبقى جزيره، عارفه ليه؟ ليه؟ لان الجزيره هي المكان الذي يحوط الماء من الاربع جهات. عارفه لما بيحطوش الماء من الاربع جهات ما يبقاش جزيره، يبقى عاد، يبقى شبه جزيره، والله اعلم. يا فرحتي يا فرحتي، سعرة بطلع من اسمتي والنبي انا محظوظه. خلاص يا اخويا مبسوط، بردك جعان. يلا يا اخويا بقى روح الزيتونك كده وشوف لنا اي مطعم ولا كشك. ليدي جاجا، انا عايزه اقول لك معلومه مهمه جدا، انت وجوزك الدكتور العالم الفذ العبقري زويل ده. احنا هنا مش في مرسى مطروح، احنا هنا وانا في جزيره مهجوره وبعيده ومحدش يعرف احنا فين. طب والمفروض نعمل ايه؟ احنا ما نعملش، انت بالذات ما تعمليش. احنا المفروض نقعد كده نستنى لغايه لما تيجي طياره تانية تنقذ الطياره الاولانيه اللي وقعت بينا، فهمتي؟ لا دي عطله دي اللي انت بتقوليه. اقول لك انا بقى، اساليني نعمل ايه وانا اقول لك. نعمل ايه؟ نلعب باليه. عدم لا مؤاخذه يعني، بس هي دمها خفيف، بس ما بتختارش الوقت المناسب اللي تهزر فيه. بزياداكي كحرير. خلاص ما تزعليش، مش وقت زعل يا بت. فين الضحكه الملعونه اللي احبها؟ تمام يا جماعة، عملنا عشة للستات علشان يباتوا فيها. يا جماعة ما بلاش الصمت اللي احنا فيه ده، وتعالوا نتكلم مع بعض كده، ايه رأيكم؟ وهنتكلم في ايه يا اختي ان شاء الله؟ أي حاجة يعني، مثلا نحكي أي حاجة، نغني، نرقص. نرقص على خيبتك يا حلوة. حلوة ايه؟ على فكرة ليا اسمي جازمين. الحاج يا عرب، البنت اسمها جازمة وبتفتخر قوي. ما يصحش يا هانم، عيب كده. احنا اسفين يا سنيورة. اللي اسمك ايه صح؟ قلت لها جازمين. جاسمين؟ الحاج يا بنت، دي بنت حسين الجاسمين. ايوه صح، شبهه. والله انا بعشق ابوكي، بس ليه اعتاب عليه يعني؟ اخر اغنيه قال لك قوم نادي على الصعيدي، ليه يقوم الصعيدي اول واحد؟ ما يسيبنا نقعد مع باقي الزملاء نحضر اخر الكليب. ما تهدى بقى وتتهدى انت وقوقعة الافراح اللي جنبك دي. خلاص اعملي لي كوبايه شاي حبر وانا هسامح يا ابوك. وانا كمان اعملي لي كوبايه شاي، بس هاتي لي معايا رغيفين فينو عشان افتي فيهم. لا يا اخويا ما تصعبهاش، هي كوبايه شاي حلوه قوي. يا جماعه انا عايزه افكركم لو سمحتوا ان احنا واقعين هنا في جزيره مش في قهوه بعره. ده كوفي موكا، مشروبي المفضل. جبتها من أنظران قبل ما اطلع الطيارة على طول. يا جماعة ما تقلقوش خالص، احنا كتير، وطبعا معاكم اعلامي كبير ومشهور زي، تلاقوا الدنيا كلها دلوقتي مقلوبة علشاني، فاكيد طبعا هيبعتوا حد يدور علينا، وخصوصا ان في مفقودين كتير غيرنا يعني. اعلامي بصبصاتي مشهور بالبصبصه طبعا وفلاتي. بصوا يا جماعه، انا اعتقد ان كل المفقودين اللي على الطياره خلاص ماتوا شبع موت، وخصوصا في الواحده دي دخلت في مرحله الانحراق، بعد الانحراق دخلت على مرحله الانصهار، بعد الانصهار مرحله الانفحام. ايه يا دكتوره اللغز اللي انت بتقوليه ده؟ لا ان شاء الله هنلاقي كل المفقودين وهيبقوا كويسين وزي الفل. يا جماعه راعوا اللي خطيبه حضره الضابط يعني مفقوده في الطياره، هو لسه مش لاقيها. انا مش عايزاك تزعل يعني، لو هي بعد الشر يعني حصل لها حاجه، تلاقيها بقى اتشفطت كده هو من الشباك، او مثلا عصايه الكرسي دخلت في رقبتها، او تلاقي مثلا الحزام الامان فضل يكبس على بطنها لحد ما قعدت ترجع لحد ما مات. خلاص ايه فاينل ديستنيشن اللي انت بتحكيه ده؟ ممكن يا جماعه نقفل على الموضوع ونتكلم في حاجه تانية؟ انا بقول لك توقعاتي يعني، وبعدين مش انتوا قلتوا بلاش الصمت اللي احنا فيه دون يعني عشان ننسى الخيبه اللي احنا فيها؟ تقومي مفكرانا بالخيبه اللي احنا فيها؟ بقول يا جماعه احنا لازم دلوقتي نولع نار علشان كمان شويه مش هنشوف بعض، وعشان برضو لو في طياره معديه تشوفنا. فعلا يا جماعة احنا لازم نولع نار، المنطقة دي مليانة وحوش قذرة، لو مفيش نار حوالينا هتهجم علينا وتاكلنا وتفترسنا. طب هو في حد معاه اوف عشان لو في اسد ولا حاجة ما يجيش عليا؟ اوف هتموتي بيها الاسد؟ لا حبيبتي اطمني، كل الاسود اللي هنا متجوزين وشبعانين.
اوف ايه واسد ايه؟ لو سمحت يا سعاده الباشا، نلاقي معاك ولاعه ان شاء الله تحج يا رب. يا رب. يا ريت يا حبيبتي، انا محتاج له ولاعه دلوقتي. معايا السيجار ميعاده يتولع دلوقتي، لو ما تولعش هينفجر. طب بقول لكم ايه، ما تيجوا نعمل زي فيلم المنبوذ. فيلم ايه؟ المنبوذ. فيلم المنبوذ ده بتاع نجيب محفوظ؟ لا يا استاذ، دون فيلم اجنبي. كان فيه واحد زي حالتنا كده ولوحده، وكان عايز يولع نار، قام جاب خشبتين وحكوهم في بعض كده ولع نار. مين الراجل ده؟ واحد دقنه طويله وكان معاه كوره كده بيتكلم معاها، كان مسميها جمعه باين. جمعه فيلم اجنبي؟ ايوه. افتكرت، لما كان ضرسه بيوجعه راح جايب الباتيناج وخلع بيه ضرسه. ايوه. فيلم كاستاوي. طب برافو انك افتكرت الفيلم ده. مش فاكره بقى حاجه عن حياتك؟ مش عارفه، انا زي اللي الوقت شايفه كده مقتطفات من شريط حياتي. احكي لنا الشريط يا بنتي، بس من غير اعلانات. ماشي. انا الوقت شايفه نفسي عايشه مع واحد راجل كبير واسمراني وراجل طيب، كان بيعاملني كويس قوي، كان بياكلني وبيشربني وبيجيب لي كل حاجه، بيعاملني زي بنته. وفي يوم مش عارفه قلت له ايه زعله مني، راح جايب سكينه وجه عليا وعايز يذبحني. وبعدين جه ابنه صغير كده قعد يحوش فيه، واستنى لما اتضير كده وراح واخدني وهربني، وقعدنا نجري في الغيطان، ونده على واحد صاحبه مش فاكره اسمه ايه، كان اسمه حسن ولا اسمه حسونه. ايوه انا اسمي كان رشيده. طيب الولد اللي هربك ده ممكن توصفيه؟ كان كفه رقيق وصغير، وعينيه زي اللي تقول كده عيون فنان محتار، والضحكه صوتها في قلبه بتضوي ألف نهار. بكر؟ انت تعرفه؟ طبعا، ده انا متابعه من وانا قد كده. ايه يا ماما اللي انت بتحكيه ده؟ ده مسلسل كان بيجي في رمضان. يعني دي مش حياتي؟ لا دي حياتنا كلنا يا حبيبتي. ومن رشيده دي؟ رشيده دي معزه. ايوه صحيح، رشيده دي كانت معزه. يبقى عشان كده الراجل كان جايب السكينه وعايز يذبحني. اكيد كنتوا في العيد الكبير. معلش يا جماعه، انا اسفه قوي اللي انا اخدت من وقتكم، يعني انا بس اعتبرت اللي احنا بقينا اسره واحده. لا ولا يهمك يا ماما، انت بس توهتينا ودخلتينا في دوامات. احنا نرجع لموضوعنا يا جماعه. عايزين دلوقتي طريقه نولع بيها نار. انتوا عاملينها مشكله ليه؟ فكروا شويه. زمان ايام العصر الحجري زيكم فكروا كده، قاموا اتنين خبطوا رؤوسهم في بعض، الشراره ولعت. واحد تالت واقف عجبته راح نطحهم براسه، الشراره كبرت. الرابع براسه الشراره كبرت. كل يوم 4 يولعوا في بعض والنار مشيت زي الحلاوه. وهنا مش محتاجين ل4، احنا عندنا هنا راس عربي ده صعيدي جامد ناشف، يروح ناطح مراته ناطحه جامده، هتروح مولعه هي. ولعوا زي ما انتوا عاوزين. ايه الفكره؟ ما عجبتكمش؟ لا. شكرا. ايوه ما هي لازم ما تعجبناش. وبعدين يا اخويا ايه اللي قعدوا انطحوا في بعض لما نصدع ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين يا جماعه انتوا تعبين نفسكم ليه؟ ما الحل قدام عينيكم، احنا نولع بالولاعه. يا ستي انتي واقعه معانا على الجزيره دي ولا واقعه في جزيره تانية؟ ما احنا من الصبح دي مشكلتنا، عايزين ولاعه. ولا تزعلي نفسك، خلاص نولع بالشمع. وهنولع الشمعة بإيه يا آخر صبري ومفيش ولاعة؟ محلولة بالكبريت. إلهي يولعوا فيك بكبريت ويكون يوم جفاف عشان ما يكونش فيه ولا نقطة مية ما حدش يطفيك. اخرس يا بيت. سيبكم منها يا جماعة. أنا عندي حل عملي وعلمي. إحنا ننام ونصحى الصبح نقدم على الغاز الطبيعي. احنا لسه هنستنى للصبح؟ ما نقوم نغير الأنبوبي. أي والله فكري.